السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. بصوا القمر ده، بصوا العيش الجميل. شايفين حاجة كده فاخر من الاخر، حاجة كده جميلة وزي العسل، طرية زي الملبن زي ما انتم كنتوا شايفين. حاجة جميلة خالص. مكونين اتنين بس. عملنا العيش الجميل ده عيش للسحور بتاع رمضان. كل سنة وانتم طيبين. عيش تعمليه سندوتشات للمدارس، عيش تفطري بيه الصبح زي ما تحبي. المهم ان هو عيش جميل جدا جدا جدا. ممكن تحتفظي بيها لشهر رمضان الكريم، تعمليها للسحور، وممكن تعمليها للعيال في المدارس يروحوا المدارس. احنا لسه قدامنا 20 يوم على رمضان. بسم الله ما شاء الله. العيش جميل جدا جدا زي ما انتوا كده شايفين. تعملي سندوتشات زي كده بطعمية وطحينة وسلطة. تعملي سندوتشات فول، تعملي سندوتشات جبنة، تعملي سندوتشات بيض. تتاكل على اي وضع. العيش جميل يتاكل حاف، والله العظيم جميل جدا جدا ما شاء الله. قبل ما نبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهقول لك عملنا ايه. انا جبت كيلو من الدقيق، حطيت عليه كيس من اللبن اللي هو اللبن البودر ده زي ما انتم كده شايفين. الكيس اللي هنجيبه من السوبر ماركت. بعد كده حطيت عليه معلقة صغيرة من معلقة الشاي صغيرة خالص ملح. وبعد كده نزلت بمعلقة صغيرة من الخميرة زي ما انتوا كده شايفين، الخميرة اللي هي هنجيبها من الفرن دي اللي بتاعت المخبز. وحطيت عليها معلقة من السكر، وهدوبها كده زي ما انتوا كده شايفين. قطعة صغيرة خالص اللي انا حطيتها بتاعت الخميرة. قد ايه كده يعني؟ مثلا تجيلها مثلا 10 جرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد كده دوبتهم، وبعد كده نزلت بالدقيق زي ما انتم كده شايفين. هنعجن بميه بس، مش هحط اي حاجه تاني. ميه دافيه يا بنات عشان الجو ساقع جدا جدا. هنعجن بميه دافيه. هنعجن فيها كده زي ما انتم كده شايفين. ولو وصلنا لحد هنا كده عبط ما نعجن العجينه كده. لو مش مشتركين عندي في القناه يا ريت تشتركوا، ولو مشتركين تحط لايك كده عشان الفيديو يترفع كده واكبر عدد من الناس يشوفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا عينت العينه ولمتها زي ما انتم كنتوا شايفين. لمتها لما ما خدتش يعني فيها مجهود ولا اي حاجه. وبعد كده هغطيها كده لحد ما ايه ترتاح لمده 5 دقايق. انا مش هستناها تخمر يا بنات، اريحها لمده 5 دقايق بس. وبعد كده هقطعها. اشكلها الرغيف اللي انت عايزاه. تقطعي كبير، هتقطعي صغير زي ما انت كنت شايفه. معلش يا بنات انا ماسكه التليفون بايد واقطع بايد زي ما انتوا كنتوا شايفين اهو. بس انا هصغره الرغيف ده كده سنه شويه. ايوه كده زي ما انتوا شايفين. هقطعه كده زي الليمونه الحلوه كده. كيلو الدقيق ده عمل لنا كام رغيف؟ عمل لنا 24 رغيف حلوين زي ما انتوا كده شايفين. لا صغيرين قوي ولا كبار قوي. يعني ايه؟ يعني مقارب كده على العيش اللي احنا بنشتريه من الفرن. العيش اللي هو العيش البلدي ده مقارب عليه يعني. بسم الله ما شاء الله. عيش كبير كده وحلو زي العسل. بعد كده يا بنات على اخر ما اقطع العجينه او اشكلها هفرد على طول. هفرد العيش على طول، مش هستناه يختمر. لا هو عجينه ولا هو مقطع كور. هفرده على طول، وبعد كده ايه هستناه يختمر وهو مقطع كده. على اخر رغيف كده يا بنات هستنى لمده 5 دقايق وهقوم اسويه. هنعمله على عن البوتاجاز من فوق، مش هنعمله في الفرن. وهيطلع بالجمال اللي انتوا شفتوه كده والحلاوه اللي انتوا شايفين. بص السمك بتاعه اهو كده. عايزه ترفعيه سنه كده ماشي، عايزه تخليه زي ما انا مخلياه كده جميل جدا جدا ما شاء الله. هجيب كده قماشه اللي هي بتاعت المطبخ كده بتاعت، وهحطها افرد واحط عليها واغطي بقماشه تاني عشان العيش ما يربيش قشره. عشان العيش ايه؟ ما يربيش قشره معانا. ويبقى كده وش مندي كده وحلو يا بنات عشان لما نخبزه ما يبقاش فيه قشره ويقب معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنفرد كده بالكميه يعني العجينه لينه، لا ناشفه ولا طريه زي ما انتوا كنتوا شفتوها. بسم الله ما شاء الله يعني. شايفين يا بنات؟ العيش جميل جميل ما شاء الله. شايفين السمك بتاعه زي ما انتوا كده شايفين. هفرد الكمية كلها كده بالشكل ده زي ما انتوا كده شايفين. بعد كده يا بنات هجيب صينية واحطها على عن البوتاجاز.
وهخبز عليها زي ما انتم كده شايفين. احط بالرغيف بالرغيفين زي ما تحبي على حسب الصينيه بتاعتك. انا كنت بحط بالرغيفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا دوب احط الرغيف يشمع وقلبها على الناحيه التانية عشان يقب معايا. احطه كده يشمع ويقلبها على الناحيه التانية، وكل شويه بقلب فيه كده لحد ما يقب معايا كده ويستوي، وتشوفوه بالجمال ده زي ما انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله. عملت الكميه بسرعه، حلا حلا حلا. لا محتاجة فرن ولا محتاجة أنبوبة تقولي مثلا هولع فرن ولا بتاع. على عين البوتاجاز من فوق، وزي ما انتوا كده شايفين كده اهوت. عملتهم بسرعة ما خدوش 10 دقايق، وسويتهم 24 رغيف بالجمال ده اللي انتوا دوكوا شفتوه. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات هيقب ازاي معايا اهو. شايفين بيقب اهو، شايفين اهو. بعمل بايدي يا بنات وبصور بايد، عشان كده ايه مش متعكمه قوي في الرغيف وانا برفعه. بصوا يا بنات بيقب ازاي. دايسه كده بالاسباتوله كده في الجنب القابب كده، قيمه الرغيف كله يتنفخ معايا كده، مفيش ولا رغيف مقبش معانا. العيش كله قابب معانا كده. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا كده شايفين. قل الله اكبر. وطعم والله العظيم جميل جميل جميل، يتاكل حاف كده من غير اي غموس. بصوا يا بنات زي العسل اهو. بسم الله ما شاء الله. نستاهل على لايك واشتراك في القناه كده ولا لا. واللي حطيناه ميه وملح ومعلقه لبن بودر او كيس لبن بودر بس، فقط لا غيره. يعني حاجه جميله كده، حاجه زي العسل زي ما انتم كده شايفين. الرغيف بص قابب ازاي يا بنات. العيش قابب كله، مفيش رغيف مقبش فيهم، كلهم بسم الله ما شاء الله قابين وزي العسل. بص يا بنات قابين ازاي. هنسويه كده زي ما انتم كده شايفين بالجمال ده كده. الله اكبر عليه اهو. شايفين حاجه بسم الله ما شاء الله. افضل اقلب فيه شمال ويمين ويمين وشمال كده، واقلبه كده على الناحيه التانية. وانت بتعملي العيش لازم تحطي فوطه وتغطي، وتحطي العيش عليه وتغطيه عشان العيش يبقى محكي طري وحلو ما ينشفش معاكي. يعني وانت بتطلعي العيش ده تحطيه على فوطه وتغطيه عشان يبقى معاكي يديك الطراوه والجمال اللي انت شفتيه. حط اللايك يا عسل كده عشان اللايك بيرفع الفيديو. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا العيش الله اكبر عليه، حاجه كده زي العسل. نسحر بيه كده مع الفول الجميل اللي بنعمله مع الطعميه كده للسحور، حاجه زي العسل. والعيال اللي بتروح المدارس، الاولاد اللي بيروحوا المدارس، تعملوا لهم سندوتشات بجبنه رومي، بنوتيلا، بجبنه بيضه، بقشطه، بحاجه كده يعني تتاكل زي العسل زي ما انتم كده شايفين. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله. شايفين الرغيف كده ما تخافيش منه. تقلبي فيه كده اهوت مرتين ثلاثه، تقولي مش هيقب، لا هو هيقب معاكي، بس انت ما ترققيش العيش قوي عشان يقب معاكي. يبقى ليه طبقه من طبقه من فوق وطبقه من تحت، اللي هو الرغيف يعني يفتح معاكي ويبقى سندوتشات. لو رجتيه زياده عن اللزوم هيسكع وما يفتحش وما يقبش، ما يفتحش معاكي سندوتش، يبقى لازق في بعضيه. اما لو عملتيه بالطبقه دي اللي انا وريتها لك كده، الرغيف كل العيش معاكي هيقب، ما فيش رغيف ما هيقبش. هو دلوقتي التانيين دول هيقبوا كده وتلاقيهم كده بيبقوا عاملين زي البالونه كده او زي الكوره ما شاء الله يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابتدى العدد التنازلي زي ما انتوا كنتوا شايفين كده. العيش بيقب كله كده، مفيش رغيف مقبش فيه. الجنب اللي بيقب كده بدوس عليه بالاسباتوله كده، التاني يجي قابب كده. ولو لقيتي جنب مفتوح منه تيجي تسديه بالاسباتوله كده تلاقيه قب كله. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا كده شايفين العيش حاجه زي العسل كده، حاجه فاخر من الاخر، جميل جدا جدا. الله اكبر. بصوا طري ازاي والطعم حكايه حكايه. يا رب يعجبكم العيش ويعجبكم الفيديو، وما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه كده عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. اعتمدوها الوصفه دي او اعتمدوا العيش ده للسحور. كيلو دقيق عمل لنا 24 رغيف. زي ما انتم كده شايفين العيش كبير وحلو مش صغير، وحاجه كده زي العسل. ممكن تعمليه وتحطيه في الفريزر
تطلع منه وتسحري على حسب عدد الأسرة بتاعتك. ممكن تضعفي الكمية وممكن تعملوا نص كيلو على حسب افراد الاسره بتاعتك. زي ما انتوا كده شايفين العسل زي العسل، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا، الله اكبر عليه. بس اوعوا تحطوا ميه ساقعه من الحنفيه، لا حطوا ميه دافيه عشان الجو برد جدا. لو حطيتوا ميه بارده العيش مش هيختمر معاك ومش هيقب معاكي ومش هيبقى حلو. لازم ميه تبقى الميه دافيه حلوه كده يعني. والسلام عليكم ورحمه الله.